الناس كلها عمالة تقولك خلاص يا عم التدوين مات والذكاء الاصطناعي أكل الأخضر واليابس وما عادش في مكان للبشر عشان يكسبوا من الكتابة. الكلام ده كله هري ومش حقيقي بالمرة. النهاردة أنا جاي أثبت لك العكس وجايب لك الزتونة اللي هتقلب الموازين. 3 أفكار لمدونات بلوجر لسه شغالة نار والذكاء الاصطناعي واقف قدامهم عاجز وما يقدرش ياخد مكانك فيهم. والأجمل من كل ده إنك مش محتاج تستنى شهور عشان جوجل أدسنس يحن عليك ويقبلك، لأ. أنا جايب لك الحل السحري اللي يخليك تقبض بالدولار من أول أسبوع شغل. لو ركزت معايا في ال5 دقايق دول أوعد لك إنك هتطلع بفكرة مشروع كامل ممكن يغير حياتك المادية تماما. جهز نفسك يا بطل عشان اللي جاي ده هو الكنز الحقيقي. أهلا بيك يا وحش في فيديو جديد في قناتك ابدأ صح، المكان اللي بنتعلم فيه إزاي نعمل فلوس بذكاء ومن غير تعقيد. وحشتوني جدا يا أبطال. قبل ما ندخل في التفاصيل ونفتح الصندوق، لو لسه ما اشتركتش في القناة يبقى فايتك كتير جدا. انزل دلوقتي حالا اخبط اللايك المتين واشترك وفعل الجرس عشان تكون أول واحد يوصله الجديد. والأهم من كل ده، عطر لسانك وقلبك بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا نبدأ. بص يا سيدي، السر النهاردة في كلمة واحدة: اللمسة البشرية. في مجالات الناس بتدور فيها على روح، على خبر، على ملخص يفهموه، وده الروبوت لسه ما بيعرفش يعمله صح. أول فكرة معانا هي مدونة القصص والروايات، الترند اللي ما بيخلص. الناس بتعشق الحواديت، سواء قصص رعب رومانسية أو حتى قصص واقعية. الذكاء الاصطناعي ممكن يكتب لك قصة، بس عمره ما هيعرف يحط فيها التوابل والمشاعر اللي تخلي القارئ يدمع أو يضحك من قلبه. دي منطقتك أنت. الفكرة التانية هي مدونة الإخبارية. الأخبار بتحصل كل ثانية والناس عندها فضول قاتل تعرف إيه اللي حصل دلوقتي، سواء أخبار فنية، كورة، أو ترندات السوشيال ميديا. المدونة دي بتعتمد على إنك تكون قناص، بتلقط الخبر وهو سخن وتنزله قبل أي حد. ودي حاجة الروبوت لسه بطيء فيها. أما الفكرة التالتة ودي بقى اللي بعتبرها منجم ذهب ومستمرة معاك طول السنة، هي مدونة الكتب والمراجعات التعليمية. تخيل معايا ملايين الطلاب في الثانوية العامة والجامعات اللي ليل نهار بيدوروا على ملخص PDF أو مراجعة ليلة الامتحان أو كتاب خارجي. المجال ده الزيارات فيه بالآلاف يومياً، والذكاء الاصطناعي ما يقدرش يطلع ملزمة مراجعة منسقة زي المدرس البشري. لو مسكت فكرة من التلاتة دول انت كده حطيت رجلك على أول الطريق الصح. طيب يا بطل، هتقولي يا عم الكلام جميل، بس أنا عقدتي في الحياة هي أدسنس وشروطه الرخمة والرفض المستمر. هقول لك ولا تشغل بالك، احنا هنا بنلعب بذكاء. الحل عندنا في بدائل ادسنس العمالقه اللي شرحناهم كتير: مونيتاج وادستيرا. الشركات دي يا بطل هي المنقذ. مفيش شروط تعجيزيه، مفيش استنى شهرين نراجع الموقع. انت بمجرد ما بتعمل المدونه وتبدا تنشر، بتربطها بيهم في دقايق، ومبروك عليك الاعلانات ظهرت والارباح بدات تتحسب. والمميزات بتاعتهم خرافيه: بيقبلوا الترافيك من كل حته، وعندهم إعلانات زي الدايركت لينك والبوب أندر أرباحها أضعاف البنرات العادية. والحد الأدنى للسحب قليل جدا، يعني هتقبض مجهودك بسرعة. كل اللي عليك تعمله ركز في المحتوى واربط بأي منصة فيهم وانسى هم القبول. نيجي بقى لأهم نقطة، النقطة اللي بتفرق بين اللي بيلعب واللي عايز يكسب بجد: الزيارات. هنجيب ناس منين؟ ركز معايا في التركاية دي عشان دي سر الطبخة. احنا هنعتمد على الفيسبوك لأنه القهوة اللي الكل قاعد عليها. لو عملت مثلا مدونة قصص، هتعمل صفحة فيسبوك شيك وتنزل جزء مشوق جدا من القصة، وتيجي عند أكتر حتة حماسية وتقف وتكتب لتكملة القصة ومعرفة باقي الأحداث اضغط على الرابط في أول تعليق. الحركة دي سحرية. الفضول هيجبر القارئ يدخل المدونة وهناك يشوف الإعلانات وانت تكسب. ونفس الكلام في مدونة التعليم. تخيل تنزل في جروبات الثانوية العامة بوست بعنوان تحميل أقوى مراجعة فيزياء لليلة الامتحان وتحط الرابط، هتلاقي هجوم من الطلاب على مدونتك. بس عشان الخطة دي تنجح في شرط واحد، هي الاستمرارية في النشر. خوارزميات الفيسبوك بتحب الصفحة النشطة، يعني ما ينفعش تنزل بوست وتنام. لازم تنشر كل يوم ما لا يقل عن 10 بوستات متنوعة على مدار اليوم: صور، نكت ليها علاقة بالمجال، حكم، وأجزاء من المحتوى بتاعك. خلال أول شهر بالطريقة دي البيج بتاعتك هتكبر والزيارات هتزيد وهتبدأ تعمل أرباح محترمة جدا. ولو معاك ميزانية بسيطة ممكن تعمل إعلان ممول يزق الدنيا في الأول،
بس حتى من غير إعلان الشغل المجاني بيجيب نتيجة لو صبرت عليه. هتيجي دلوقتي تقول لي يا عم أنا اتحمست، بس المشكلة إني ما بعرفش أعمل مدونة ولا بفهم في الأكواد والسيو والكلام الكبير ده. هقولك ما تقلقش، أنا عامل حسابي وعارف إن دي عقبة عند ناس كتير. عشان كده إحنا في ابدأ صح بنقدم خدمة إنشاء مدونات بلوجر احترافية. إحنا بنعمل لك كل حاجة من الألف للياء. بنسلمك المدونة على المفتاح جاهزة للشغل، بتختار القالب اللي يعجبك، بنظبط لك السيو والأرشفة عشان تظهر في جوجل، وبندي لك أدوات تساعدك في الكتابة، وكمان بنشرح لك طريقة العمل عليها، ولو عندك دومين مدفوع بنربطه لك مجانا. كل ده بسعر رمزي جدا عشان نساعدك تبدأ. رابط الخدمة هتلاقيه في التعليق المثبت. ادخل سجل بياناتك، وتقدر تدفع بالفيزا لو انت بره مصر، أو فودافون كاش لو انت جوه مصر. اعتبر المبلغ البسيط ده هو رأس مال مشروعك اللي هيفتح لك باب خير كبير. في النهاية يا بطل عايز أقول لك كلمة من أخ: الفرص ما بتستناش حد. المجال ده فيه فلوس وفيه خير، بس محتاج نفس طويل. ما تيأسش من أول أسبوع، اشتغل شهر واحد بجد والتزام وشوف النتيجة بنفسك. المدونة دي مشروعك الخاص اللي هيكبر معاك. يا رب أكون قدرت أفيدكم وأفتح ليكم باب رزق جديد. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل والشير عشان غيرك يستفيد، ومستني تعليقاتكم واستفساراتكم تحت. أشوفكم الفيديو الجاي على خير يا أبطال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سلام.